نعمل فيديو ازاي احنا بنخش في توت عنخ امون. انت بتطلع على الدرج العظيم. لما بتخليني اوريكم كده العظيم على اليمين فوق ده المخرج، انما انت هتخش من الكباري دي. ده كوبري واحد منهم اكسس اهو، وفي اكسس تاني من 12 جاليري. شوف الحمام اهو. شوف القاعه دي، اني اقول لكم القاعه دي رقم كام. هتخشي منها، ده اول واحد وفي واحد تاني برضه. يعني من القاعه دي اللي فيها القاعه اللي احنا فيها دي قاعه رقم 7. يعني انت هتخش هنا اهو، ادي واحد اهو توت هناك. ده القاعة رقم 7 هتخش منها مباشر. طب احنا في عندنا مدخل تاني، في عندنا مدخل تاني اكسس، وانت مش هتخش الا من القاعات، مش هتعرف تخش من حتة تانية، لازم تخش الجاليريز الاول، ومنها على الشمال هنا هتخش لتوت عنخ امون. كل القطع ممكن تتخيلوها عن توت عنخ امون. يبقى في اول اكسس هو الكوبري الازاز من القاعة رقم 7. انا هنا في الجاليريز، وطلعت من توت عنخ امون عن طريق برضو البريدج ده. فبصوا كده اخر بقى قاعه هنا اللي هي رقم، هقول لكم حالا مثلا رقم دي بس عشان انا بتلخبط في الارقام. من دي 7. بصوا عند اليوناني الروماني، لما بتشوفوا هنا اليوناني الروماني اللي هم اخر قاعتين. اوكي، دي رقم 12. القاعة دي آخر واحدة رقم 12. أيوة دي رقم 12 آخر قاعة. ماشي، عند آخر قاعة هنخش من هنا. بصوا بقى ده الأكسس التاني. يبقى أنا كده دخلنا من 7 ومن 12 اللي هي قبل ما تنزل لليونان الروماني. بصوا أهو، هتخشي كده. اول ما تخشي كده هتبدا من الاخر للاول، وانا بفضل انك تخش من عند القاعه بتاعه الروماني. انت هتلاقي فيه 2 بريدج على هم دول اللي انا بصورهم لك كده يا جماعه، اللي بصورهم لكم هم دول. هتخش على طول من هنا، هي تذكره واحده مش تذكرتين. التذكره دي هتدخلك على طول هنا زي ما انتم شايفين. هبدا بقى من جوه، انا جبت لكم البتاع ده من جوه. هتخشي من اليمين تشرح كل ده، واخد بالك، وتطلع فوق. ممكن تلف من فوق وتخشي للاخر وتطلع، يا اما من الجاليريز هنا يا تطلع من فوق في الاكزيت. انتوا فاهمين يا ولاد؟ مش صعبه، انتوا هتتعودوا عليها بسرعه. ده قاعه توت عنخ امون. القاعه دي لسه ما اتفتحتش رسمي، احنا هنا علشان انا برافق كبار الزوار، وامبارح كنت مع الرؤساء وانا جايه لان المتحف اختارني ان انا اشرح باللغه البرتغاليه والاسبانيه القطع الاثريه. تحياتي لكم، يا رب تكونوا استفدتم من الفيديوهات اللي انا هبعتها لكم. مش عايزاكم تقلقوا من حاجه على الاطلاق، المساله مش صعبه، وانتوا لها، وانتوا اوريدي عارفين تشرحوا الكلام ده، كلكم شفتوه. في بعض القطع الجديده ايوه فيه، بس المساله مش صعبه برضو. احنا بنعرف نشرح كل حاجه ما بنشوفها بعينينا لاول مره. زي ما انتم شايفين هنا الكوريدور التاني هناك اهو. امشي بقى زي ما انت عايز تمشي بالكوريدور ده، تخلصه تمشي هنا وتخلصه وتلف تاني، تشرح هايلايتس وتسيب فري تايم. المسألة بتاعتك تماما. فمش عايزاك تقلق من ناحية. تقريبا ده الفيديو رقم 5 اللي انا عملته لكم علشان تعرفوا مسار الزيارة ازاي. مسألة ما فيهاش اي نوع من الصعوبة. في سلم يمين اهو وفي سلم شمال، انت تمشي زي ما انت عايز تمشي بالناس بتاعتك. فاهمين يا ولاد؟ ادي توت فوق اهو، زي ما شفتوا هناك العجلات الحربيه على الشمال. انا كده خارجه ولازم اخرج لان انا عندي ناس مهمين جدا جايين دلوقتي لازم اشرح لهم. فانا ضحيت وجريت علشانكم، عشان كالعاده ادي معلومات كتير عن هذه القاعه. يعني مثلا دي بقايا نباتيه من التابوت الاوسط. بقايا نباتيه من التابوت الاوسط عاملها بشكل قلاده. بصوا الخواتم بتاعته طبعا، دياديما، الخناجر على اليمين صورتها لكم بالتفصيل. زي ما انتم شايفين اساور بتاعته الجميله. هو كان جميل في كل شيء حقيقته، كل حاجه متعلقه بيه جميله يا اولاد. بصوا شوكي الجمال ده، وطريقه العرض تجنن. شايفين الاموليتس بتاعته كلها هنا. ده الجوانتيات الذهب والصندل الذهب والماسك طبعا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا انا سعيده جدا جدا بهذا المتحف. وامبارح يعني كان عندي الحظ الحمد لله ان انا احضر الافتتاح. جيت هم تم الاختيار من المتحف. تحياتي لكم دكتور ايمان الليثي.